Hi, I'm Dr. Fulton, the school therapist. كلمة therapist دي كلمة معناها معالج نفسي، وبنصف بيها أشخاص زي الاستشاريين اللي بنروح لهم لما نواجه مشاكل عاطفية، زوجية، أو صعوبة في التعلم مثلا. بتكون الجلسات معاهم عن طريق الكلام فقط. لكن psychiatrist دي معناها طبيب نفسي، وبيكون طبعا دارس في كلية طب ومتخصص في الطب النفسي، وده بيركز على الجانب البيولوجي والكيميائي للدماغ، وبيعمل فحوصات وتحاليل، وكمان بيصف أدوية. ده بقى بنروح له لو عندنا مشاكل معقدة أكتر زي اضطراب ثنائي القطب مثلا، أو الاكتئاب الحاد، أو أي حاجة تانية. وفي كلمة عامية اسمها shrink، ودي بتتقال على الطبيب النفسي، ولكنها كلمة عامية. أصلا كلمة shrink معناها يتقلص في الحجم، وبتوحي يعني إن الطبيب النفسي بيساعد المريض إنه يقلص من حجم المشاكل بتاعته، ولكنها في بعض الأحيان بتستخدم بشكل سلبي لو المتحدث ضد فكرة الطبيب النفسي. I don't need a shrink. I don't need a shrink. I don't need a shrink. طيب، فبيقول له أنا دكتور فولتون the school therapist، المعالج النفسي بتاع المدرسة. Your social skills teacher gave me the heads up about this guy named Brick. Your social skills teacher، مدرس المهارات الاجتماعية بتاعك، give me the heads up. كلمة heads up لما نقولها لحد على طول كده نقول له heads up، يعني انتبه أو خد بالك. Heads up, heads up, heads up. ولما تستخدم كاسم زي هنا في الجملة دي معناها تنبيه أو تحذير. Thanks for the heads up. Thanks for the heads up. Thanks for the heads up. فبيقول مدرس المهارات الاجتماعية بتاعك اداني تنبيه عن الشخص اللي اسمه بريك. طبعا اللي قاعد قدامه ده أصلا هو بريك، فبيقول له المدرس كلمني عنك يعني. Look, if this is gonna turn into a whole thing, I'm gonna need cookies. The nurse gives you cookies. فبريك بيرد عليه بيقول له look، شوف، if this is gonna turn into a whole thing. كلمة turn into يعني يصبح أو يتحول إلى، يعني من هيئة لهيئة تانية. و a whole thing يعني شيء كامل. العبارة كلها اللي هي turn into a whole thing، يعني لو ده هيبقى موضوع كبير، يعني لو هناخد وقت وهنطول بقى أنا وأنت، I'm gonna need cookies. فبصراحة هحتاج cookies. طبعا دي الكوكيز وأكيد أنتم عارفينها. The nurse gives you cookies. بيقول له أنا لما بروح للممرضة بتاعة المدرسة هي بتدينا cookies. Can I be straight with you, Brick? You don't seem to have many friends, and I get that. You know, I didn't have a girlfriend until I was 30. بيرد عليه وبيقول له Can I be straight with you, Brick? Be straight with someone يعني يكون صريح مع شخص، يكلمه بصراحة. بيقول له خليني أكون صريح معاك. You don't seem to have many friends. أنت شكلك كده ما عندكش صحاب كتير. And I get that. لما تقول I get that يعني أنا أتفهم ذلك، أو ممكن تقول and I get it. I get it أو I get that يعني أنا فاهم الموضوع ده. You know، لعلمك I didn't have a girlfriend until I was 30. أنا ما كانش عندي حبيبة إلا لما وصلت ل30 سنة. بيحاول يقول له يعني إن الموضوع عادي إن ما يبقاش عندك صحاب وأنت طفل. But this is no time to bring up Shelley. Let me cut to the chase. Please. But this is no time to، لما نقول it's no time to يعني ده مش الوقت المناسب. فبيقول this is no time to، ده مش الوقت المناسب to bring up Shelley. كلمة bring up هنا معناها يذكر أو يتكلم عن حد أو موضوع حتى يعني. فبيقول له مش ده الوقت المناسب إننا نتكلم عن شيلي. طبعا دي حبيبته اللي قابلها وهو عنده 30 سنة. Let me cut to the chase. خليني أخش في الموضوع. لما تقول cut to the chase يعني يدخل في الموضوع مباشرة بدون أي مقدمات يعني. Let me cut to the chase. فرد عليه بيقول له please، يا ريت يعني. In all my observing, I don't think I once saw you having a conversation with another student. In all my observing. In all my observing يعني من خلال كل ملاحظتي أو مراقبتي ليك. الفعل observe يعني يراقب أو يلاحظ. I don't think I once saw you having a conversation with another student. والله من خلال مراقبتي ليك ما توقعش إني شفتك ولو مرة واحدة. I don't think I once saw you having a conversation. بتتكلم أو بتخوض في محادثة مع طالب تاني. Well, I don't know. I'm pretty sure I said take one and pass it back. طبعا بيحاول يرد ويدافع عن نفسه. بيقول well I don't know. معرفش. I'm pretty sure. أنا متأكد. I said take one and pass it back. الجملة دي اللي هي لما تقول take one and pass it back يعني خد واحدة ومرر أو ادي الباقي للي وراك.
طبعا قصده هنا لما المدرس يوزع ورق الامتحان مثلا فبيديك الورق كله فانت بتقول للي وراك take one and pass it back، يعني خد ورقة وادي باقي الورق للي وراك. فدي اكتر محادثة او دي المحادثة الوحيدة اللي هو اتكلم فيها مع حد يعني. You know, making a connection is not as tough as you might think. Have you watched the kids in the hall? You know, making a connection لعلمك making a connection يعني تكوين صلة، انك يكون عندك صديق او تحاول حتى تتكلم مع حد is not as tough as you might think. كلمة tough يعني صعب، فبيقول له مش بالصعوبة اللي انت متخيلها is not as tough as you might think. Have you watched the kids in the hall؟ انت شفت الأطفال اللي في الممر؟ They have this whole unspoken language of communication that helps them to link up. They have this whole unspoken language. كلمة unspoken يعني غير متحدثة. طيب unspoken language يعني لغة غير متحدثة of communication. بيقولوا عندهم لغتهم الغير متحدثة للتواصل that helps them to link up. link up يعني يتواصل أو يتعرف على حد. فبيقولوا دول حتى ما بيتكلموش يا عم، دول عندهم لغة بدون كلام أصلا. Sometimes it can be something as small as just like a tiny head nod. زي إيه بقى؟ بيقولوا sometimes it can be something as small as، بيقولوا ممكن يكون حاجة صغيرة أو بسيطة جدا زي like a tiny head nod. كلمة tiny يعني صغير جدا في الحجم، ولكن هنا يقصد بيها إنه حاجة بسيطة جدا يعني. head nod، كلمة nod لو فعل فهيبقى معناها يومئ برأسه زي كده مثلا nod. لو اسم بقى هيبقى معناها الإيماء بالرأس، فبيقول له دول بس بيعملوا كده لبعض head nod، كده تعرفوا على بعض خلاص. They also think it's fine to punch each other in the privates. Well, that is always a classic. فبريك برضو بيرد عليه بيقول له they also think it's fine to punch each other in the privates. بيقول له هم كمان بيفكروا أو معتقدين إنه من الطبيعي إنهم punch each other. punch يعني يضرب بوكس بقبضة اليد كده punch، إنهم يضربوا بعض في المناطق الخاصة in their privates. طبعا هو يقصد يعني إن دي حاجة سلبية، لكن الثيرابيست بيرد عليه وبيقول له well that is always a classic. لما تقول على حاجة إنها a classic يعني الحاجة دي عمرها ما هتموت وهتفضل دايما تتعمل. But the good news is, I think I can teach you some strategies that might help you to score some amigos. But the good news is بس الأخبار الحلوة إنه I think I can teach you some strategies. أتوقع إني ممكن أعلمك شوية استراتيجيات that might help you اللي ممكن تساعدك to score some amigos. كلمة score لو noun هيبقى معناها النتيجة، يعني أنت مثلا بتتفرج على مباراة معينة فالنتيجة 1-1، النتيجة دي بقى اسمها score ماشي؟ ولو فعل هيبقى معناها يسجل، فنقول the player scored a goal يعني اللاعب سجل هدف. فهو هنا بيقول له هنعلمك شوية حاجات كده to score some amigos عشان تسجل أو تحصل على some amigos. كلمة amigos أصلا هي كلمة أسبانية معناها أصدقاء. Are you game for that? Do I have a choice? No, you do not. Are you game for that؟ لما تقول لحد are you game for that يعني مستعد لده أو عندك الجرأة تجرب إنك تكون صداقات يعني. Are you game for that؟ Do I have a choice؟ وأنا أصلا عندي خيار، يعني هل أقدر أقول أو لأ؟ الثيرابيست بيرد عليه بيقول له no you do not. لا أنت ما عندكش خيار في الحقيقة. Well, I think the best way to proceed would be to schedule our sessions during your library time. Well, I think the best way to proceed، كلمة proceed يعني يكمل، would be to schedule. كلمة schedule ممكن تبقى noun يعني اسم بمعنى جدول المواعيد، ولو استخدمناها كفعل زي الجملة دي يعني يضع في جدول المواعيد. فبيقول له أفضل طريقة نكمل بيها إننا نحط ميعادك أو ميعاد السيشنز بتاعتنا اللي هي الجلسات during your library time أثناء وقت المكتبة بتاعك. فأنت بعد كده مش هتروح المكتبة، أنت هتجيلي أنا هنا. What? No, not my library time. You can't do that. I know how this works. You can't do anything without my parents' permission. طبعا بريك بيحب القراءة جدا فبيعترض بيقول what? No, not my library time. مش في وقت المكتبة. You can't do this. ما تعملش كده. I know how this works. أنا عارف الموضوع ده هيمشي ازاي. You can't do anything without my parents' permission. ما تقدرش انت تعمل أي حاجة بدون my parents' permission. كلمة permission يعني الإذن أو السماح، فلازم الأول أهلي يسمحوا لك بده. في مثل شعبي كده بيقول ask for forgiveness not permission، يعني اطلب العفو
وليس السماح. يعني اعمل اللي انت عاوزه وبعدين ابقى اطلب السماح، ما تستناش حد يأذن لك بانك تعمل حاجة. We ask for forgiveness, not permission. We ask for forgiveness, not permission. We ask for forgiveness, not permission. Oh, but Brick, I already have it. Oh but Brick, I already have it. فبيقول له بس انا اصلا خدت موافقة اهلك.